في مونديال قطر 2022 تألق المنتخب المغربي وحقق المستحيل بتأهله إلى دور الربع النهائي من كأس العالم كأول منتخب عربي يحقق هذا الإنجاز في التاريخ. لكن لم يكتفي بهذا الإنجاز فقد قرر كسر عقدة قارة إفريقيا مع الربع النهائي وتأهل إلى النصف كأول منتخب إفريقي وعربي يحقق هذا الإنجاز الكبير في التاريخ. لكنه للأسف تلقى هزيمة أمام منتخب فرنسا أخرجته من البطولة. لكن رغم هذه الخسارة المريرة هذا لا ينسينا الأداء الخرافي لمعظم أو كل لاعبي المنتخب أثناء هذه المسابقة العالمية، ومن بين هؤلاء اللاعبين بطل حلقتنا اليوم ياسين بونو. وجد ياسين بونو بتاريخ 5 أبريل 1995 في مدينة مونريال بمقاطعة كيبيك في كندا لأبوين مغربيين من مدينة تونس بالمغرب. لكن وهو في سن 3 من عمره قرر والديه العودة للبلد الأم المغرب، وبالضبط بمدينة الدار البيضاء. وكان بالطبع يمارس كرة القدم بشوارع وملاعب القرب الخاصة بمرسي السلطان بالدار البيضاء كمعظم أبناء عمره في تلك الفترة. وبدأ أن أتم 7 من عمره قرر والده إلحاقه بأكاديمية الوداد البيضاوي سنة 1998، والذي ظل يتصاعد معه في الفئات السنية، وكان دائما التألق في مختلف المراحل العمرية، لدرجة أنه تحصل على عرض من نادي نيس الفرنسي لضمه من نادي الوداد. لكن تعثرت الصفقة في آخر المراحل نظرا للعرض المالي المنخفض من النادي الفرنسي. وفي سنة 2011 صعد بونو للفريق الأول، لكنه كان احتياطا لاثنين من الحراس النخبة في تلك الفترة في مراكزهم، وهم نظير الميغري وكريم فقروش. ومزاملة مع تصعيده للفريق الأول تمت المناداة عليه من طرف بريم فيبك للمنتخب الأولمبي الذي شارك في الألعاب الأولمبية، لكنه للأسف أقصي من دور المجموعات. وكان أيضا في المنتخب الأولمبي احتياطي للحارس الموهوب وقتها محمد أمسيف. وظل بونو حبيس الدكة والحارس الثالث ضمن خيارات المدرب ديكا ستيل مع الوداد، إلى أن تم بيع كريم فكروش وأصبح بونو الحارس الثاني للوداد. واستطاع لعب نهائي عصبة الأبطال سنة 2012 بعد إصابة الحارس الأساسي الميغري في الذهاب ضد الترجي التونسي. وقدم بونو أداء خرافي في تلك المباراة وتصدى لكم هائل من الفرص رغم خسارة فريقه بهدف مقابل لا شيء، وبالتالي خسارته للقب. أداؤه الممتاز في هذه المباراة جعل العديد من الأندية الأوروبية تراقب اللاعب، وتمكن في الأخير أتلتيكو مدريد أن يشتريه سنة 2013 مقابل 360 ألف دولار. ونظرا لتواجد كل من توبو كورتوا وسيرخيو أسينخو وجول روبلس تم إشراكه مع الفريق الرديف بالدرجة الثالثة. وفي نفس الوقت استدعى المدرب رشيد الطوسي للمنتخب الأول، لكنه أيضا كان احتياطيا لكل من كريم فقروش ومحمد أمسيف. واستمر مع الفريق الرديف لأتلتيكو مدريد، ووجد فرصة للظهور بشكل أساسي مع الفريق الأول سنة 2015 بعد عودة كورتوا من إعارته إلى تشيلسي. وبالطبع شارك مع الفريق في الفترة التحضيرية بشكل أساسي وقدم أداء ممتاز، إلى أن الفريق عوض كورتوا مباشرة بالحارس السلوفيني أوبلاك من بنفيكا. ولكن هذه المرة بونو قرر الرحيل لفريق يضمن له الأساسية، وبالطبع تلقى عروضا عديدة أولهم عرض الوداد الذي كان قريبا من التعاقد معه، إلى أنه لم يقبل بصيغة الإعارة وأراد امتلاك عقد اللاعب كليا، فتمت إعارته بالأخير لنادي ساراغوستا بالدرجة الثانية الإسبانية لمدة 2 سنين. وشارك بالطبع كأساسي في 35 مباراة تلقى فيها 38 هدفا، وحافظ على نظافة شباكه في 15 مناسبة. وبعد انتهاء إعارته من جديد عاد لأتلتيكو مدريد، لكن أداء أوبلاك الخرافي جعل بونو يتيقن أن لا مكان له في نادي العاصمة، فقرر الانتقال وعرض عليه ساراغوستا الانضمام له مجددا، لكنه رفض العرض وقرر اللعب في مستوى أعلى بالليغا.
مع فريق جيرونا الذي اشترى عقده بقيمة غير محددة تتراوح ما بين 600 ألف دولار والمليون دولار. وبالطبع تألق مع النادي الكتالوني في موسمي 2017 و2018 حيث شارك في 52 مباراة استقبل فيهم 72 هدفا وحافظ على نظافة شباكه في 16 مباراة. ونظرا لأدائه الممتاز في هذه السنتين استدعاه هيرفي رينار لكأس العالم بروسيا سنة 2018 الذي شارك فيه كاحتياطي لمنير المحمدي المتألق وقتها. لكن للأسف ورغم أدائه الممتاز أقصي المنتخب المغربي من الدور الأول بعد الخسارة من البرتغال وإيران والتعادل مع إسبانيا. بعد نهاية كأس العالم عاد بونو لجيرونا ولكنه عانى معهم في ذلك الموسم حتى هبطوا للدرجة الثانية الإسبانية، فقرر بذلك الرحيل مباشرة. وتقدمت له العديد من الأندية بعدة عروض من PSV أيندهوفن وريال بيتيس، لكن الفريق الذي كان سريعا في عملية التفاوض نظرا لخسارته حارسه الأساسي سيرجيو ريكو لصالح باريس سان جيرمان كان هو إشبيليا، وكان الانتقال بصيغة الإعارة مع خيار الشراء في نهاية الموسم. لكن مع بداية الموسم عانى بونو من المنافسة على المركز الأساسي مع توماس فاسليك، لكن سرعان ما حجز المكان الأساسي إلى نهاية الموسم خاصة في الدوري الأوروبي الذي فاز به مع إشبيليا في الأخير. وقرر بذلك النادي الأندلسي تفعيل خيار الشراء ب4 ملايين دولار. ومنذ ذلك الوقت وبونو يتألق مع إشبيليا موسما تلو الآخر واضعا نفسه بقوة ضمن أفضل الحراس بالعالم، حيث شارك مع إشبيليا طوال الموسمين ونصف في 122 مباراة استقبل فيهم 111 هدف فقط، وحافظ على نظافة شباكه في 53 مناسبة. وفاز أيضا بجائزة زامورا كأفضل حارس في الليغا لموسم 21-22، ويعتبر أول حارس عربي في التاريخ يفوز بهذه الجائزة. وبعد أدائه الرائع في كأس العالم يتوقع أن ينتقل إلى أحد الأندية الكبرى، وأبرزهم حاليا هو نادي بايرن ميونخ الذي يبحث حاليا عن خلف للحارس مانويل نوير الذي تعرض لإصابة ستبعده عن الملاعب إلى آخر الموسم. هذا كان كل شيء لفيديو اليوم، نتمنى أن يعجبكم. إذا أعجبكم لا تنسوا الضغط على زر اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات لكي يصلكم كل جديد، وإلى اللقاء إلى فيديو آخر.